شفتوا القطة الكيوت دي؟ شفتوا القطة الكيوت دي؟ عايزة احكي لكم قصة ونصيحة صحيحة وصريحة، وعايزاكم تسمعوني. وده اخوها، قطة سو كيوت برضو، كنزورة. المتكومة دي اللي مش باين لها ايد من راس من رجل، دي مامتهم الحاجة بلانكا. بلاش تربطوا نفسكم، واسمها ارتباط عاطفي. ارتباطك بالحيوان هو ارتباط عاطفي زي ارتباطك بالإنسان بالظبط. والحب بهدلة. أنا عايزة أوريكم بس جانب من أو مخلفات تربية القطط أو الكلاب في البيت، خاصة لو عندك شقة، ما عندكش مزرعة، ما عندكش فيلا، ما عندكش مثلا دوج هاوس أو كات هاوس. هوريكم بس مناظر بسيطة كده عشان الناس اللي بتفكر تربي هتشوفوا. هتشوفوا دي مناظر بسيطة جدا. ادي بصوا السفرة، بصوا السفرة. مش بشتكي لكم من ولادي ولا حاجة، بس بوريكم عشان نكون احنا خبرة وتجاربنا تفيدنا. بصوا بصوا المنظر، بصوا بصوا المناظر. مش عايزه اقول لكم السفرة دي كانت مكلفانا زمان قد ايه، دلوقتي طبعا ما ينفعش تتجاب خالص. بصوا المنظر. هنقول لا قص لهم ضوافرهم، ولازم حبايبي لما انت بتقص للقط ضوافره هو لازم بيبرد ويقلم ضوافره في في الكراسي، في الصالون، اي حاجه، اي كاوتش، اي كوشن هتلاقيه بيخربش فيها. عشان المشكله ان انت اللي جبت لنفسك الهم. عشان كده اي حد يسالني نفسي اقتني قطه اربي كلب، اقول له اوعى. لو عندك شقه، ما عندكش مزرعه، ما عندكش جاردن، ما عندكش بلكونه كبيره كلب يعيش فيه، او القطه مثلا غرف معينه للقطط، اوعى. وخاصه ان هم، خاصه القطط، عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيسميهم الطوافين والطوافات. هم يحب يطوف في رجلك، بيحب يعيش معاك. بس انا ما كنتش اعرف اني انا هخسر كده. خسرت نفسيا لما قطتي من كام سنه كده فرقتني ورحلت، وكأن حاجة اتنزعت مني. حبك للقطط والكلاب بيعادل وبيوازي حبك لولادك، حاجة غالية قوي عليك. فبلاش تقتنيهم، لأن أولا نفسيا هتتعب لو فرقوك أو رحلوا أو حصل لهم حاجة أو عيوا. ثانيا أنت بتخسر ماديا مش معنويا بس. بيبهدلوا البيت، بيخربشوا مهما أبعتني، والجرومينج وتقليم الأظافر مفيش فايدة. فبلاش. لو انت هتاخد قرار انك تربي، فكر 1000 مرة، وافتكر اني انا خسرت تقريبا سفرة كاملة، والصالون ناهيكم عن في حاجات في اوض النوم، الكنبات. الوضع صعب، والمشكلة ان هم في روحك، انت مش عارف ومش قادر تستغنى عنهم. فالنصيحة صحيحة ونصيحة صريحة، بلاش تربي حيوانات في البيت. الحب والارتباط اخرته بتبقى وحشة.